السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري، معالج الرفلكسولوجي والشياتسو والاخصائي النفسي. اعزائي المشاهدين، النهارده ان شاء الله بنكمل بقيه الاسئله الخاصه بالامهات اللي بعتوها عن طريق الايميل او عن طريق التليفون. السؤال بيقول لي: ما حل مشكله القشر الكثير في شعر الطفل؟ ما حل مشكله القشر الكثير في شعر الطفل؟ طبعا انتوا عارفين حضراتكم ان بيحصل طبقه من القشر، وخدوا بالكم ان الطبقه دي سبحان الله هي السلاح ذو حدين. اولا هي بتحمي المخ من ارتفاع درجه الحراره او انخفاضها، فبتتكون الطبقه دي على فروه الراس من بره عشان يحمي المخ لدرجه حراره معينه. طيب الموضوع ده بيعمل مشكله. يمكن تدليك الراس بعد الحمام بزيت الزيتون الدافئ، فده بيخلص الطفل طبعا من القشر. طيب سؤال تاني بيقول لي: متى تأخذ الأم طفلتها المولودة إلى طبيب النساء؟ طبعا الإجابة على هذا السؤال لازم نعرف بعض الحالات. قد ترى الأم مثلا دماء في ملابس الطفلة المولودة التي لم يزد عمرها على 7 أيام، فعليها ألا تنزعج، فالواقع أنها ظاهرة طبيعية تحدث لمولودة واحدة من بين كل 10 مواليد، وأن هذه الدماء تشبه دماء الدورة الشهرية تماما. فالذي يحدث أن بعض الهرمونات بتنتقل من الأم إلى الجنين خلال فترة الحمل، وهذه الهرمونات قد تؤدي الى تنشيط غشاء الرحم للطفلة وهي ما زالت جنينا. وبعد انها تتم الولادة بتزول الهرمونات، فيندثر الغشاء المخاطي الرحمي ويحدث نزف الدماء تماما كما يحدث في الحيض عند البالغات. ولنفس السبب ايضا قد تلاحظ الام ان هناك تضخما في ثدي المولودة، وقد يكون هذا التضخم واضحا، واحيانا قد يفرز ثدي المولودة اللبن، لكن بعد مرور ايام معدودة بيختفي هذا التضخم. ولكن بالطبع الذي يحدد ويشخص الطبيب الذي يرى الحالة، ولذلك ففي هذه الحالات يجب عرض المولودة على طبيب النساء. ومتى تأخذ طفلتها ايضا؟ قد تلاحظ الام في ملابس الطفل الداخلية افرازات بيضاء او صفراء. هذه الملاحظة يجب ان تكون دعوة سريعة للذهاب الى طبيب امراض النساء. فالملاحظ انه اذا كانت الافرازات صفراء فهي تحتوي على خلايا صديدية عادة، وسبب في معظم الحالات ان غشاء المهبل عند الاطفال بيكون رقيق جدا، وهكذا لا تكون له القدرة على مقاومة الميكروبات، عكس الحال عند الفتاة الناضجة. فغشاء البكارة اللي هو المهبل هنا بيكون له القدرة على مقاومة الميكروبات. وهكذا إذا تلوث غشاء المهبل عند الطفلة فإن الالتهاب يحدث وتظهر الإفرازات، والطفلة بطبيعة نشاطها وكثرة حركاتها وبتكون معرضة لحدوث طبعا هذا التلوث. وهنا أنبه إلى خطورة استعمال المناشف الخاصة بالكبار، وهنا يكون احتمال وجود إصابة عند الشخص البالغ بتنتقل إلى الطفلة عند طبعا استعمالها تلك هذا التلوث. وهنا أنبه إلى خطورة استعمال المناشف الخاصة بالكبار، لأن ممكن تنتقل للدعوة. وهنا أيضا بنلاقي ممكن مشاكل زي الديدان الرفيعة الموجودة بالأمعاء بتزحف خارجة من فتحة الشرج لتتجه نحو المهبل، وينتهي الأمر بظهور الإفرازات التي تكون مصحوبة بالحكة الشديدة اللي هو الهرش، خصوصا طبعا أثناء الليل. فلازم ناخد بالنا من حاجات زي دي. كذلك قد تصاب الطفلة بالتهاب فطري، وهنا بيكون الإفراز لزجا والحرقان حادا. كذلك قد يحدث نفس الشيء بعد تعاطي بعض المضادات الحيوية. والنصيحة هنا اللي احنا نقدر نقولها: يجب أن تعود الأم طفلتها على نظافة الأعضاء التناسلية، وبذلك تنجو من الكثير من المتاعب. ويجب أن تلاحظ الأم الطريقة التي تتبعها طفلتها للمحافظة على نظافتها، إذ يجب أن يكون التنظيف من الأمام إلى الخلف حتى لا يتلوث الفرج بالمواد البرازية. دي معلومة مهمة جدا جدا
لازم ناخد بالنا منها. طبعا في اسئله خاصه بالتطعيم، انا يعني حاولت ان انا الم بعض المعلومات من اهل الاختصاص في هذا الكلام. يعني ما بحاولش ان انا الحاجه اللي ما اعرفهاش خلاص انا ماليش دعوه او مش تخصصي، ولكن بحاول ان احنا نعرفها، لان كل اب وكل ام هو لازم يكون عنده المعلومات دي. كل اب وام لازم يكون عنده هذه المعلومات ولو بسيطه. طيب التطعيم لماذا؟ في واحده تقول هو انا لازم اطعم طفلي او اطعم طفلتي. طبعا انتوا عارفين يا جماعه ان التحصين هو يعتبر ضد الامراض والاوبئه بالوسائل المختلفه من حقن وتطعيمات، طبعا بيكون ضروره هامه بالنسبه لكل الاعمار، لكنه اكثر اهميه بالنسبه للطفل الصغير حتى يشب قويا سليما خاليا ان شاء الله من كل الامراض، معافى من كل المتاعب التي تعوق نموه وتنغص عليه حياته. السؤال بقى، متى ابدا تحصين الصغير ضد هذه الامراض المختلفه، او ما هي هذه الامراض، وكيف يتم هذا التحصين في كل مره؟ طبعا هذه هي الاسئله اللي بتدور طبعا في ذهن كل ام، وفيما يلي الاجابه ان شاء الله الشافيه عنها اللي هنسردها دلوقتي مع سعد المصري. ما تروحوش بعيد، خليكم معايا. اول حاجه، حين يولد الطفل فانه يغادر مكانا شديد التعقيم والنظافة اللي هو بطن الأم إلى عالم مليء بالجراثيم التي لم يستعد لها بعد، ومن حسن حظه أنه اكتسب مناعة وقتية بما تسرب إلى دمه من أمه خلال المشيمة مثلا، ومن أجسام مضادة لهذه الجراثيم. ولكن هذه الأجسام المضادة لا تبقى إلى الأبد، فهي تذوى وتتحلل فيما بين 3 و6 شهور بعد الولادة، ولذلك فعادة ما تبدأ التحصينات في حدود هذه السن في الشهر الثاني. عندما فكر الأطباء العلماء في أمر التحصين اتجهوا إلى الأمراض الخطيرة زي مثلا الجديري والسل وشلل الأطفال والحصبة، ولكن بمضي الوقت واطراد وزيادة النجاح في البحث العلمي امتد اهتمامهم إلى أمراض أقل خطورة، حتى وصل بهم الأمر إلى إن أنا أقدر أطعم طفل ضد أمراض زي الإنفلونزا مثلا. وبيتم التحصين على كل حال ضد مختلف الأمراض في الشكل الآتي وفي التوقيت المناسب، هقولها دلوقتي إن شاء الله معاكم عشان أنا طبعا كاتبها معايا هنا. عندي طعم الجدري، فالتحصين في طعم الجدري بيتم في حدود الشهر الثاني من عمر الطفل، وان اختلفت هذه السن من بلد الى اخر، ثم يعاد مرة اخرى كل 3 سنوات، او عند ظهور وباء او عند السفر الى منطقة بها هذا المرض. لكن هذا التحصين من الممكن ان يؤجل اذا كان الطفل مصابا بمرض جلدي كالاكزيما، او اذا كان يعيش في جو حار جدا، ويكون الطعم هنا ناجحا اذا نتجت عنه بثور ابتداء من اليوم الخامس، فتكبر تدريجيا ثم تجف مكونة قشرة بتسقط طبعا بعد ايام. وبيتم هذا التحصين بالتشريط، ويستحسن في حال ظهور البثور ان تستعمل لها كمادات الماء المتلج والملح، بان يغلى بان انا اقوم بغلي مقدار ملعقة من الملح في نصف كوب من الماء، ويوضع المحلول في الثلاجة او في مكان بارد، ثم يستعمل بعد ذلك في عمل الكمادات 3 مرات في اليوم، بحيث تأخذ كل مرة من الوقت 10 دقائق. وممكن ان انا هذه البثور دي بعد الانتهاء من الكمادات بمرهم ملطف. اما اذا ارتفعت الحرارة او اشتد الالم فلا مانع من اعطاء الطفل 4 نقط من النوفالجين بواقع 3 مرات طبعا في اليوم. طيب هنتكلم بعد كده على طعم الضرن. بنأتي بعد ذلك الى التحصين ضد مرض الضرن، وبيعرف ايضا بالبي سي جي، وهو يعطى من الشهر الثاني مع الاختلاف طبعا بين دولة واخرى، ويكون بواسطة الحقن في الجلد. طيب لو اتكلمنا على الطعم التطعيم ضد شلل الاطفال، طبعا حضراتكم عارفين ان تطعيم شلل الاطفال بيعطى الان في شكل نقط،
في الواقع نقطتين في الفم 3 مرات، بحيث يمر شهرين بين كل مرة وأخرى، بالإضافة إلى جرعة منشطة بعد سنة كاملة. ولعل مما يلفت النظر هنا ظهور حالات كثيرة من مرض شلل الأطفال على الرغم من انتشار الطعم دون. والعيب هنا ليس في الطعم نفسه ده على حد أقوال الأطباء، وإنما في طريقة وظروف إعطائه. ولذلك يجب مراعاة النقاط الآتية في هذه الحالة: أن يكون الطعم طازجا، أي لا يستعمل بعد مضي أكثر من 6 ساعات على فتح زجاجة، أن يكون الطفل غير مصاب بأي مرض وبالذات الأمراض المعوية، فالطعم يعطى بالفم ويذهب إلى فراغ الأمعاء، فإذا تصادف وكان بها ميكروب آخر فإن أجهزة الجسم التي تزوره بالمناعة لا تستطيع أنها تواجه ميكروبين في نفس الوقت في نفس الكفاءة، فيقل ما يفرز من أجسام مضادة ضد جرثوم الشلل الذي تناوله الطفل. يجب التأكد يا جماعة كمان من أن الطفل قد تناول الطعم حقا ولم يتقيأ، فقد يحدث بدافع التعجل أن يبصق الطفل نقطتي الطعم المر، أو يحدث له قيء فيضغط الطعم خارج الفم تماما. يحسن طبعا تجنب إرضاع الطفل لبن الثدي حتى اليوم التالي لإعطاء الطعم، نظرا لما يحتويه هذا اللبن من بعض الأجسام المضادة اللي بتعوق تفاعل أجهزة المناعة مع جرثومة الشلل، وبتقلل من إفرازها للأجسام المضادة لها. آخر حاجة الطعم الثلاثي، ويبرز بعد ذلك التطعيم ضد التيتانوس والسعال الديكي، وهي ما تسمى طعم ثلاثي والدفتريا، وبيعطي في شكل حقن بالعضل أو تحت الجلد في الشهور السادس والسابع والثامن. وكل هذه طبعا التطعيمات اللي سبق ذكرها بيكون إجباري، بمعنى أنها ضرورية وهامة من أجل صحة الطفل وحمايته من المتاعب والأمراض والعياذ بالله. ولكن هناك إلى جانبها طعوم اختيارية، وأهمها طبعا التطعيم ضد الحصبة وتطعيم التيفوت والباراتيفوت وطعم الكوليرا. كل الحاجات دي مهمة. ولما بتروحوا اي مستشفى للاطفال انتوا بتحاولوا تسألوا الطبيب عايزين جدول التطعيمات، على اساس ان الجدول ده بيوضح لي كل مرحلة اللي بيمر بها الطفل وما ينبغي ان يتعاطاه من التطعيم. ان شاء الله نعيش بهناء وسعادة مع اطفالنا. كان معكم سعد المصري، اخصائي النفسي ومعالج الرفلكسولوجي والشياسو. للتواصل معايا الرجاء الاتصال على 012 36 90 535 او عن طريق الايميل سعد_استاذ online@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.